السلام عليكم. نعيش في عصر يعتبر الحرية الشخصية واحدة من أهم مقدساته وخطوطه الحمراء، أو على الأقل هذا ما يقولونه. وكثير من ملحدي اليوم نشأوا وكبروا في ظلال مفهوم الحرية الشخصية، أنا حر أنا حرة، حتى صار من بديهياتهم التي لا تناقش. ومن ثم وسط مشاكل ومواجهات أخرى مع الدين انتبهوا لأن التعليمات الدينية تمثل تحديا لإله الحرية الشخصية الذي يؤمنون به. بالنسبة لهم الدين يتدخل في أكلهم، في شربهم، في لبسهم، أحيانا في طريقة كلامهم، في تسريحة شعرهم، فيما يشاهدون، فيما يسمعون، وأيضا بالتأكيد في علاقاتهم. هم يصلون لحد قول الله يتدخل في شؤوننا الشخصية، جملة ما كنا نعتقد أننا سنسمعها بهذا الوضوح قبل عقود فقط، لكننا وصلنا إلى هنا. كيف أصبح مفهوم الحرية الشخصية حصنا مقدسا، ويمكنني أن أقول إلها، أو على الأقل معيارا للحكم على الأشياء؟ كيف وصلنا إلى هنا؟ في البداية الحرية بمفهومها العام أمر قديم قدم البشر أنفسهم. البشر مفطورون على فعل ما يريدون غريزيا ودون تنظير أو أيديولوجية من أي نوع. لكن البشر أيضا لا يستطيعون أن يعيشوا فرادى، وعيشهم في مجتمعات يحتم عليهم التنازل عن بعض من حريتهم أو ما يرغبون بفعله غريزيا. هكذا تقوم المجتمعات بوضع عقد اجتماعي خاص بها لتنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع، غالبا يجعل حرية الأفراد لا تؤدي إلى الإضرار بالمجموع. وتختلف طبيعة تقدير الضرر من مجتمع إلى آخر، ومن بيئة إلى أخرى، وبالتأكيد من زمن إلى آخر. تشريعات الأديان لم تختلف كثيرا عن هذا الأمر، لأن سلطتها كانت روحية وشخصية أكثر. ولكن الأمر لم يقتصر أبدا على الأديان، فالأعراف والقوانين كانت دوما موجودة ولها قوة وسلطة لا تقل عن سلطة الدين. في المجمل وعبر العصور والأديان والأعراف المختلفة كان العقد الاجتماعي يقوم على تقديم المجتمع على الفرد. ثم جاء مفهوم الليبرالية الغربية ليكون فاصلا مختلفا عن كل ما سبق، ولتبدأ العلاقة بين الفرد والمجتمع بأخذ منحنى جديد، أو على الأقل في جوانب كثيرة من حياة الفرد الشخصية. ولد الفكر الليبرالي أول أشكاله في عصر التنوير الأوروبي في القرن الثامن عشر الميلادي، وكان التركيز في هذا الفكر على مبدأين أساسيين: الحرية والمساواة. والحرية هنا هي ليبرتي، وهو ما اشتقت منه لفظة الليبرالية. الليبرالية كانت في بدايتها فكرا سياسيا يعكس تحرك المجتمعات الأوروبية نحو تقليل سيطرة الملكية وقضم سيطرة النبلاء والإقطاع لصالح الطبقة الوسطى. وكان من الطبيعي أن تنتشر هذه الأفكار في المجتمع بين مختلف الطبقات، وأن تتشكل مفاهيم وفلسفات أخرى مرتبطة بالليبرالية. أهم هذه الفلسفات هي فلسفة الفردية individualism، التي نشأت في القرن التاسع عشر الميلادي، والتي تحولت لتصبح واحدة من أهم ما يميز الحضارة الغربية، خاصة بنسختها الأمريكية. مع فكر الفردية أصبح الفرد هو الأساس وهو المعيار. كل القيم الأخلاقية صارت تمر من خلال الفرد، وأصبح الفرد مقدما على المجتمع بعد أن كانت قيم المجتمع هي التي تفرض على الفرد، وأصبح الفرد هو الوحدة الأساسية لهذا المجتمع. وهكذا كان من المنطقي جدا أن تتآكل القيم الأخلاقية القديمة التي كانت معاييرها تنصب على المجتمع، وتنشأ قيم أخلاقية مختلفة. ولأن كل هذا نشأ بالتزامن مع الثورة الصناعية وصعود الرأسمالية، فإن القيم الأخلاقية التي نشأت كان لابد أن تراعي هذا التغير، وتمنح للفرد مساحة حرية شخصية واسعة فيما يتعلق بحياته الخاصة، مقابل فرض أخلاق مرتبطة بالعمل، احترام قيم العمل والإنجاز والوقت إلى آخره. وهو أمر كانت البروتستانتية أصلا قد بدأت بتكريسه. العقد الاجتماعي الجديد في ظل الليبرالية والفردية الغربية كان يقدم للفرد حرية أن يفعل ما يريد في بيته وفي غرفة نومه ما دام يحصل بموافقة أي طرف آخر، لكن عليه أن يذهب مبكرا إلى عمله ويؤديه بشكل جيد. ومن المهم أن نشير هنا إلى أن الديمقراطية الغربية ليست مرتبطة بالليبرالية فقط، بل أيضا بالفردية. في النهاية فكرة one man one vote، صوت واحد لكل رجل، هي فكرة تنصب الفرد ليكون مرجعا أعلى للتشريع.
بل أن مفهوم الفردية ساهم في تشكيل ما يعرف بدولة الرفاهية الاجتماعية welfare state، وهي الدولة التي تقوم بتوفير حد أدنى مرتفع أحيانا من المتطلبات لمواطنيها مثل ألمانيا والدول الإسكندنافية مثلا. لا يمكن أن ننكر الدور الإيجابي الذي لعبته الفردية في التجربة الغربية، فقد كان لها دور الدينامو في حياة الكثيرين ممن استخدموها لتحقيق منجزات شخصية أصبحت لاحقا منجزات للحضارة الغربية ككل. شعارات مثل اتبع شغفك واتبع قلبك وحقق ذاتك كلها يمكن فهمها في هذا السياق. وبالتأكيد فإن الفردية لأنها تركز على الفرد وحريته وإبداعه فهي بطبيعتها تستهوي الفنانين والأدباء الذين كانوا من الطبيعي أن يقدموا ذلك في أعمالهم، والتي بدورها ساهمت في نشر الفكرة وتكريسها حتى خارج سياقاتها. وهكذا انتشرت فكرة الحرية الشخصية إلى العالم كله، لكن دون أن تمر بالضرورة بنفس سياقات الديمقراطية المتدرجة ومفهوم الفردية الذي يركز على الفرد ويقويه ليكون معيارا للحكم على الأشياء. الأمر انتقل إلينا عبر تركيز يختصر مفهوم الحرية الشخصية إلى الحرية الجنسية ومقترباتها، دون المرور طبعا بشطر المسؤولية ووجود قيم أخلاقية أخرى في الغرب. وتحول مفهوم عدم التدخل في الحياة الشخصية من وسيلة لمنع الأقارب والأصدقاء والجيران بل والمرة أحيانا من التدخل في حياتنا الشخصية، وهو منع ضروري في رأيي، إلى عدم التدخل الوالدين حسب مفهوم هو ناضج ويعرف ما يفعل، وصولا إلى لماذا يتدخل الله في خصوصياته؟ بل أننا وصلنا إلى مرحلة سؤال لماذا خلقنا الله دون أن يأخذ الإذن منا؟ لقد تضخم مفهوم الحرية الشخصية على نحو سرطاني إلى أن وصل إلى حدود الميتافيزيقية. ما يسمونه تدخلا من الله في الحياة الشخصية هو ببساطة تشريعاته، أوامره، نواهيه، وهم يعتبرون أن هذه الأوامر والنواهي هي بمثابة تدخل منه عز وجل فيما لا يخصه كما يقولون. أعتقد أن ثمة خطأ كبير في الفهم هنا، فهم لموضوع الحرية الشخصية وفهم لفكرة الله وفهم لمسألة التدخل. جارك الفضولي إذا سألك عن أمور لا تعنيه وتفضل بتقديم النصح لك من خلاصة تجاربه وتجارب أقاربه، هذا الجار عندما يفعل ذلك فإنه يتدخل فيما لا يعنيه. لكن إسقاط ذلك على الله يعني وجود مشكلة كبيرة. أنت لا تقول للشركة التي صنعت سيارتك أن لا تطلب منك أن تغير الدهن المحرك كل مسافة معينة، أو أن لا تقود دون أن تأخذ احتياطات الأمان. ببساطة لا يمكنك أن تقول أن هذا تدخل في خصوصياتك. يمكنك أن لا تنفذ التعليمات، ولكن عليك أن تتحمل العواقب. الله هو الخالق، هو الصانع. وجود تعليمات مصاحبة مع أي سلعة مصنعة هو جزء من معايير جودة حتمية. يمكنك أن ترفض ذلك إن كنت لا تؤمن به، إن كنت ترفض فكرة وجوده. عندها ستقول عما تتحدث، لا يوجد إله، وبالتالي كل هذه النواهي المحرمات هي خدعة لا معنى لها. يمكنك أن تقول ذلك، أنت ملحد والكلام لا يعنيك. لكن أن تلحد بسبب هذا، يعني أن تؤمن بوجود إله ثم تقول أنه يتدخل أكثر ما يجب في حياتك الخاصة، فأنا آسف، لقد دخلت من باب الخطأ، فهمت الأمر بالعكس. حسنا، هناك البعض أصبح مفهوم الحرية الشخصية عندهم مقدسا، وصاروا يجدون في الكثير من التعليمات الدينية عبئا على هذه الحرية الشخصية. الدين يتدخل في حياتهم، وكان من الأفضل لو بقي في زاوية الروحانيات. حسنا، فكرة الحرام أو الممنوع في الإسلام فكرة أصيلة، وهي ليست مرتبطة بالضرورة بوجود ضرر واضح في الشيء الممنوع، أي لا داعي للحديث عن الضرر أكثر مما هو لازم. فكرة الممنوع نفسها مهمة في تعليم البشر وتدريبهم على كبح جماح ما يرغبون فعله، تعليمهم على الإرادة. لذلك كانت ثمة شجرة ممنوعة في جنة آدم دون أن نعرف لها ضررا، لكنه الكابح الذي يجب أن يتعلمه البشر، الكابح الذي لا بد من وجوده في السيارة المصنعة. لا يمكن لأفضل سيارة أن تكون أفضل سيارة دون متانة وسلامة كوابيحها مهما كانت مواصفاتها الأخرى مرتفعة. فكرة الحرام الذي يسميه البعض تدخلا، أو فكرة المنع بصورة عامة، هي أعمق بكثير من أن تفهم على نطاق الضرر الحاصل من فعل الحرام على نحو شخصي. ليس هذا دعوة لجعل المجتمع يكتم أنفاس الفرد مجددا وتقديم المجتمع الفرد، لكن العلاقة لا يمكن أن تكون معاكسة لهذه الدرجة.
لابد من وجود صيغة معتدلة توازن بين الطرفين. فلنعطي مثالا تقريبيا. الحرية الشخصية تضع حدودا لنفسها، غالبا القول الشائع أنت حر ما لم تضر، أو حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. يعبر عن هذا الحدود فعلا: لست حرا في أن ترمي بالقمامة في الشارع، هذا ضرر في الآخرين أو في الممتلكات العامة. لست حرا في أن تصدر ضجة في بيتك بحيث تزعج الآخرين، انتهت حريتك عند حدود بيتك. هذا مقبول عند المنادين بالحرية الشخصية، لكن الضرر في الحالتين ضرر واضح مباشر. ماذا عن أضرار تحدث على مدى بعيد بعد عقود؟ بعض الأدوية مثلا لا تظهر نتائجها وأعراضها السلبية إلا بعد سنوات من الاستخدام، وتمنع فعلا بعد أن يتبين ذلك. ألا يمكن أن تظهر لاحقا آثار سلبية اجتماعيا لكثير من المحرمات شرعيا التي تتعارض برأيهم مع الحرية الشخصية، بالتحديد تلك التي يمكن أن تطال كيان الأسرة؟ غالبا ما يحدث ذلك، تحدث النتائج السلبية لاحقا، ولكن يكون الأمر الواقع قد حل، ويكون الحل برأيهم هو في التكيف مع المستجدات بدلا من تصحيح الوضع. بالنسبة لهؤلاء فكرة الحرام مرفوضة لأنها تتعارض مع الحرية الشخصية. ما دخل الإله بما ألبس أو أشرب؟ لكنهم يتقبلون فكرة القانون بسهولة. بنفس منطق رفض الحرام، ما دخل القانون أو الحكومة كي تفرض عليك أن ترتدي حزام الأمان في السيارة؟ أنت لا تضر أحدا سوى احتمالية ضررك بنفسك. ما دخل الحكومة بهذا؟ الحكومات في بعض الدول تفرض غرامات على من لا يقص حشيش حديقته. نتقبل هذا، بل ونعتبر طاعتها دليلا على التحضر. لكن أمورا أخرى من المحرمات نعدها تضييقا على الحرية الشخصية. هل كان للمؤمنين دور في وصول البعض إلى هذه النقطة؟ التحجج بالحرية الشخصية للوصول إلى الإلحاد؟ هل ساهمنا بكتم أنفاسهم عبر وصايتنا المستمرة عليهم؟ أعتقد أن علينا أن نقر إن جزءا من تعامل من يسمون أنفسهم متدينين مع غير المتدينين ساهم في الوصول إلى هذه النقطة. هناك ليبلينج وتصنيف وتوصيف يساهم في إبعاد هؤلاء أكثر وأكثر. هناك أيضا هذه الوصاية المستمرة تحت شعار من رأى منكم منكرا أو الدين النصيحة، بينما ننسى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هل ساهم موقفنا هذا في تحويل هؤلاء من مجرد أشخاص عاديين يقترفون الذنوب والمعاصي مثلنا جميعا ويستغفرون الله ويتوبون إليه ويفشلون في ذلك مرة وينجحون فيه مرات، هل ساهمنا في دفعهم إلى أن يتمسكوا أكثر وأكثر بموقفهم؟ وصولا إلى هذا السؤال: لماذا يتدخل الله بحياتي الخاصة؟